الفيديو ده رسالة لكل الأهالي اللي فاكرة إنها هي ربة عيالها. تربية العيال مش معناها إنك بتجيب له أكل وإن أنت بتحاول تعلمه أحسن تعليم وإن أنت تسحب منه الموبايل وتحاول تبعده عن أصدقاء السوء. مش هي دي التربية. تربية العيال إن أنت ما تخليهمش مؤذيين للمجتمع اللي حواليهم، على مستوى شخصيتهم يكونوا عارفين هم عايزين يعملوا إيه، بس دي حاجة تخصهم. التربية معناها إن أنت بتخلف شخص سوي. لو بعد كده بقى مش سوي، أنت كون اسمك عملت اللي عليك. أنا ذنبي إيه في الشارع؟ أنا ماشية عادي لازم أسمع ألفاظ مش طبيعية. ذنبنا إيه؟ ألفاظ مش طبيعية. الألفاظ دي تقريبا حتى في الخناقات اللي في الحتت الشعبية مكناش بنسمعها. أنا كنت على فكرة في منطقة شعبية، خناقات فظيعة، وفي عز الخناقة دي يقول اسكت عشان في ناس في بنات معديين. عيب، طب احترم نفسك عشان في بنات معديين. بيبقى في خناقة. لكن دلوقتي انت بقيت بتسمع الألفاظ دي وانت ماشي عادي في راكب ميكروباص، ماشي في الشارع، رايح تشتري أي حاجة. ده الكلام الطبيعي. ده طبعا دي ألفاظ، غير قلة الذوق، غير طبعا ما انتوا مش معلمينهم مثلا اللي هو ايه. بستأذن قبل ما اخش، بقول سلام عليكم اول ما اخش، شكرا، اسف. الحاجات اللي انتوا اتعلمتوها دي احنا اتعلمناها واحنا صغيرين. ما ينفعش يكون اهم حاجه عندي ان انا ااكل واعلم وبس. دي ملهاش علاقه بالتربيه الحديثه ولا القديمه ولا باي حاجه من التربيه. وبصراحه الناس المطحونه قوي ومش فاضيه تربي عيالها، او اللي مسافره بره، او اللي سايبين عيالها في الشارع، تربيتهم احسن بكتير. يعني انت لا هتربي عيالك أنا مش هتربيهم. لكن في اهالي هي سايبه عيالها مبسوطه بيهم. يعني في ناس بيبقى اهالي بيبقوا مبسوطين قوي ان عيالهم بيشتموا، مبسوطين ان عيالهم بياخدوا حقهم بدراعهم. بلطجيه يعني. طب ما انت ابنك بلطجي وانا هخلي ابني بلطجي برضه. هنشوف مين اللي هيجي على التاني. هيبقى الموضوع بقى على حسب ايه، مين بلطجي اكتر، مين اللي هيدمر التاني اكتر، او هيديله على دماغه اكتر. ما لو انت شايف ان دي قوه وافتراء، طبعا القوه حاجه والافتراء حاجه. افتراء، في مفترى اكتر منه. هو لو جه على حد اضعف منه، في حد اقوى منه هيفتري عليه اكتر. لازم العيال في الزمن ده يبقوا اقوياء، بس ما ينفعش يكونوا مفتريين. لازم يكونوا بني ادمين. اهالي كتير بتودي عيالها رياضه الكاراتيه او الرياضات اللي هي الفنون القتاليه دي عشان خاطر يدافعوا عن نفسهم، والرياضه دي نفسها فيها اخلاق عيالها ما بيحاولوش يتعلموها اصلا. واهاليهم مش عايزينهم يتعلموها. اللي ضربك تضربه وتديله على دماغه كذا ضربه كمان. لو انت مريض نفسيا او انت مش عارف تاخد حقك في الشغل وبتاخد على دماغك من المدير، ما تقولش، ما تعملش كده مع ابنك. ما تحطش العقد بتاعتك فيه عشان ما تاخدش ذنبه. اي حد بيخلف عيال هو مسؤول عنها قدام ربنا. العيال دي بتطلع للمجتمع، لا بتبقى شخصيات مؤذية، لا بتبقى شخصيات كويسة ومؤثرة، أو شخصيات ولا بتعمل وحش ولا بتعمل حلو. فأنت مش عارف تعمل حلو ما تعملش وحش، سيبه من غير تربية. ما تقولوش يعمل ايه وما يعملش ايه. يعني شوف كام حوادث بقى، اللي خزق عين صاحبه والعيال دي في ابتدائي، اللي مش عارفة يعمل ايه في صاحبه، اللي يعملوا عاهة مستديمة. يعني اخرنا ما كنا بنسمع على خناقات مش عارفه مين وقع فتعور، بس التعويره بس مش عارفه حصل لها ايه، خبطه بسيطه. دي الحاجات كنا بنسمع عليها زمان. لكن دلوقتي بقت العيال كأنهم المفروض يروحوا أحداث. واللي يغيظك أكتر هم منعوا الضرب من المدارس. العيال دي تعمل معاها إيه بقى؟ وإيه بديل الضرب؟ أربيه إزاي؟ أحطه في النوتي كورنر؟ دول الأجانب. كل مجتمع وليه التربية بتاعته. مش بقول نرجع الضرب تاني والقسوة ونستخدم الخرزانة والفلكة، بس برضو مادام أنا شلت عقاب يبقى لازم يبقى في عقاب مكانه رادع. مادام أنا هحرم الضرب، العيال اللي تعمل كده دي تروح الأحداث. أنا مش همد إيدي عليه، يروحوا الأحداث بقى. مش هو عامل نفسه مجرم؟ يتفضل يروح الأحداث. مش لازم يكون، مش هستنى لما يشوه عيال أكتر أو يبقى مجرم بحقه حقيقي. فما دام أنا شلت عقوبة من المدارس وحرمتها عشان خاطر أبقى في التربية الحديثة وفي التربية الغربية الجميلة، يبقى إذا متحضرين وكل حاجة. إذا اتقوا ربنا في عيالكم، اتقوا ربنا في الناس اللي حواليكم. لازم تعلموا يكونوا أقوياء. أنا معاكم الزمن ده لازم يكون ابنكم قوي، لازم بنتكم تكون قوية تعرف تدافع عن نفسها. بس في فرق بين القوة والبلطجة. لازم تكون شخصية مش مهزوزة.
بس في فرق بين انك واحدة تكون واثقة في نفسها قوية، وفي فرق بين انها تبقى مفترية وبلطجية مكانها في الأحداث. يبقى احنا نطلع اللي في السجون بقى من دول يبقوا أبطال، ونجيبهم بدل المدرسين يعلموا عيالنا. ايه رأيكم في الفكرة دي؟ اتقوا ربنا. ماشي.